السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير كتير من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة بقى محشي بقى، وما أدراك ما المحشي. النهاردة الجمعة بقى قلنا نعمل محشي كده. يلا نشوف عملنا الحلويات دي ازاي، يلا بينا. اقلي بقى البصلاية للمحشي. حطيت البصلة اهي على النار اهي، يا دوبك تدبل بس. وانا هحط قيمة ايه، معلقة توم كده صغيرة اهي، معلقه توم مخرطاها اهي، واقوم مقلباها كده. بس انا بحبه ني، وهقوم طافيه على طول، علشان طش على طول القوطه، علشان انا بحب ريحه التوم تكون في المحشي كده اهو. اقوم بقى حاطه القوطه على طول اهو يا حبايبي، ني وجميل وما يتعبناش ويبقى خفيف على المعده وما خدش وقت الناس اللي بتقلق من المحشي اهو. انا هعمل النهارده يا جماعه محشي بتنجان اهو. وتعالوا هنا الفراخ اهي اهي، شربتها الجميله اهي. هنسيبها بقى تستوي مع نفسها كده اهو يا حبايبي. كده بقى يا حبايبي اهي الطماطميه بتاعتي قربت تتشرب اهي الصلصه. اقوم حاطه بقى التتبيله بتاعتها، ملح وفلفل وكمون، كزبره ناشفه، وبهارات لحمه او السبع بهارات اللي عندك حطيه، وشويه ملح وشويه سكر اهي. احلى تتبيله. طبعا يا جماعه انا بحط لها جوز الطيب بس لما بتشرب خالص خالص اهي، واسيبها بقى كده بقى يا حبايبي. التسبيكه بتاعتي اهي اتسبكت وبقت مية مية اهي. اقوم حاطه لها بقى الرز، سقط الرز بتاعي اهو، اقلبه بقى، اقلب التسبيكه بتاعتي اهي. اهم حاجه في المحشي يا جماعه التسبيكه بتاعت الرز دي، اهم حاجه اهو يا حبايبي. التسبيكه بتاعتي سايبه الرز يتشرب كده على النار. بعد ما سقطته اروح بقى اخرط الخضره واسيبه كده يهدى بقى كده على النار، واروح اخرط الخضره اهو. وكده بقى يا حبايبي اهو سقطت الخضره بتاعتي الجميله، 3 انواع من الخضره اهون سقطتها. ما تنسيش لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو بتاعه عجبك، اشتركي معايا في القناه ودعميني وحطي لي اللايك واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب اهو. كده يا حبايبي اهو المحشي بتاعي، الرز كبيته اهو في صينيه عشان هعبي في الحله بتاعه الرز الايه، الصلصه نفسها. وعندي اهو البتنجان والايه والفلفل، وعندي شويه ورق عنب كده ايه. يبقى انا ايه عرفتوا بقى انا هعمل محشي ايه. هقعد بقى اعبي الحاجه دي وارجع تاني مع بعض نشوف هنسويها ازاي. اول حاجه بقى يا حبايبي علقت على الميه غليت اهي، هسقط بيها الفراخ اللي عندي اهي، ماسكاها نطفاها ونقعاها في ملح وميه وخل. حطيت بصلايه اهي شقاها نصين اهي يا حبايبي، مش مكتره الشوربه عشان انا عايزاها مركزه. واحط لها بقى التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وسنه شطه وكزبره ناشفه. واحط لها بقى ورق لوري وحبهان، واسيبها تتسلق بقى على كده اهو يا حبايبي. حطيت الحبهان اهون والورق اللوري، وهحط عندي جزرتين هحطهم كمان في الشوربه. جزرايه كده قسمتها 4 ورحت حطها في الشوربه. انا ما برميهاش يا جماعه، الجزرايه دي اللي انا بحطها في الشوربه دي ما برميهاش، ده انا بطلعها وبنشيلها وبناكلها، ما بتترميش اهي. اسيبها بقى واغطي عليها بقى تستوي كده على نار هاديه. كده يا حبايبي اهو بقى خلصت المحشي بتاعي وحطيت الشوربه على النار اهي غليت اهي. حطيت لها مكعب ماجي وغليت، دوقي حدقها بقى. وهنا اهون عملت المحشي ورق العنب، وهنا عملت المحشي اهون البتنجان على الفلفل اهو. هسقيها بقى كده يا حبايبي. سقيت البتنجان بتاعي، طبعا انا ما بملهوش قوي اهو، باين اهو بتحط نصه لانه بيسرد. وكده برضو حطيت طبق على ورق العنب
اهو، وحطيته وعلقت عليه بقى يستوي. هياخد مني سوا قد ايه؟ هياخد ايه؟ طبعا الورق العنب مش هياخد غير نص ساعه، لكن البتنجان هياخد ساعه ايه الا ربع كده. ماشي، يلا نسيبه بقى يستوي. طبعا بقى يا جماعه انا حطيت المحشي يستوي وسبته على النار كده يستوي. هعمل جنب منه شويه ملوخيه. ملوخيه كده، طبق ملوخيه كده من اللي انا مخزناه. هعمله المره دي بطريقه مختلفه. كل مره بنحط الشوربه هي الاول وبنعمل الطشه في الاخر. لا، هنعكسها دلوقتي لان في ناس بتعملها كده. بتحط بتعمل الطشه الاول. اهي اهي يا حبايبي، عكستها المره دي. هعمل الطشه هي الاول وحطيت فيها اهي معلقه كزبره. اول بقى ما غليت على طول، هي احمرت كده على طول، اقوم حاطه بقى الايه، الشوربه بتاعتي. انا عكستها المره دي اهي يا جماعه، على قد شويه الملوخيه اللي هعملها. اهو يا حبايبي الطشه الشوربه بتاعتي غليت اهي. اقوم حاطه بقى اهو كيس الايه الملوخيه اللي انا ايه مفزر ايه متلجاه معاكم. مفزره متلجاه معاكم اهو. حطاه في الفريزر ومخزناه معاكم. اسيبه بقى يفك مع نفسه كده وهدي النار عليه بس. اهي يا جماعه الملوخيه بتاعتنا الجميله اهي، وتقيله اهي تقيله اهي. ولا حد يقول لي بقى سقطت ولا ما سقطتش، واللي في الفريزر ما بتبقى مش حلوه اهي. انا جبت كيس من اللي انا مخزناه اهو، قلت اعملها معاكم اهي، وتقيله وجميله اهي. اهي بالهنا والشفا. متنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا بقى في القناه ودعميني كده واكتبي لي كومنت حلو كده وارفعي الفيديو اهو يا حبايبي. اهي الملوخيه اهي يا حبايبي اهي. هي نفس الطريقه بس عكسناها. يعني تعمليها كده كويس تمشي، تعمليها كده برضو كويس وتمشي اهي. انا بقى مش هطفي عليها دلوقتي، لازم الاول تفك الايه الحته المتلجه دي، ونشوف تقولها هل هي هتحتاج شوربه تاني ولا كده هتبقى كويسه ولا هتبقى خفيفه اهي. وبكده يا حبايبي يكون عملنا الغدا بتاعنا بتاع النهارده بقى. النهارده الجمعه، جمعه مباركه عليكم ان شاء الله اهو. متنسيش لو عجبك الفيديو بتاعي اشتركي معايا في القناه ودعميني واكتبي لي كومنت حلو كده من القلب. باي باي.